وزي ما عودناكم تغطيه حصريه لقناه صدى الملاعب لدوري ابطال مصر، والنهارده في سهره رمضانيه واجواء ممتعه، ومعانا بقى نجوم مختلفين عن العاده وهم نجوم فريق فوكس. نتعرف بيك؟ انا مواليد مواليد كام؟ 2007. نتعرف بيك؟ 2007. نتعرف بيك؟ يا عمر. شايف النهارده يمكن لو هنهني الشعب المصري مناسبه رمضان نقول لهم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين وسهره حلوه ان شاء الله عليكم. شايف النهارده دوري ابطال مصر احتكاك كويس، يمكن دي تاني مباراه ليكوا، شايف ان دوري ابطال مصر من خلاله تقدر تستفاد؟ طبعا مباراة لعبنا مباراة جيدة يعني نسبيا الماتش اللي فات، ان شاء الله خسرنا بس هنعوض ان شاء الله الماتش ده وهنكسب ان شاء الله. شايف النهارده توجهات للكابتن ليك بشكل خاص ما قبل المباراه بيحضر معاك بيقول لك ايه؟ ايوه طبعا الكابتن بيحضر لمباراة كبيرة ان شاء الله هنقدمها النهارده، وان شاء يعني المباراة اللي فاتت نسيناها خالص وبدأنا النهارده مهمات جديدة. شايف النهارده مثلك الاعلى نفسك تبقى زي مين؟ ان شاء الله يعني احمد فتحي مصر ان شاء الله. مثلك الاعلى نفسك تبقى زي مين؟ كريستيانو ان شاء الله. مثلك الاعلى لو حابب النهارده توجه رساله شكر للجهاز الفني للاعبين لاولياء الامور اللي بيجوا يساندوكوا خلال المباراه تقول لهم ايه؟ لهم شكرا ليكم، تعبتوا معانا جدا على طول معانا، كابتن سيد بالاخص على طول معانا ما بيسيبناش يعني، ودوريات احسن ومفيش احسن وان شاء الله دايما متقدمين. النهارده يمكن لو ربنا كرمك وفزت بالمباراه تهدي الفوز لمين؟ ايوه فوز طبعا للكابتن اللعيبه اللي بره، اهم حاجه بيشجعونا على طول، حتى يعني الجماهير وكل حاجه بتشجعنا، وان شاء الله هنحقق البطوله. بيبقى احساسك ازاي وانت قائد في الملعب يمكن خلال المباراه واجواء وسهرات رمضانيه والجمهور بيتفرج عليك، بيبقى انت في الملعب نفسك تعمل ايه او عايز تأدي تقول ايه؟ هو طبعا احساس جامد جدا وحماس جامد، وبحب اشكر طبعا الناس اللي قاعده اللي بره قبل اللي جوه، وكلنا يعني روح واحده وبنلعب. سعيد بلقائي معاكم لعيبه فريق فوكس، وانتظرونا وتغطيه خاصه لقناه صدى الملاعب لدوري ابطال مصر.